السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على كسر من الكسور المشهورة وتقريبا هنقفله وهنزود عليه كام معلومة كده بس فيديوهات صغيرة بعد ده. كسر الترقوة في الكبار بنفكر فيه ازاي؟ انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، مبدئيا كده هو عظمة الترقوة اللي هي العظمة اللي ماشية ما بين القفص الصدري، في النص كده عظمة اسمها عظمة القص، مش القصبة، القص، بتمسك فيها وتمشي على شكل حرف اس، تدي المنظر الجمالي بتاع، بتبقى بارزة شوية من جوه من ناحية القص، ومن ناحية الكتف بتبقى مجوفة، تمام، وينزل كتف، يبقى هي العظمة اللي موصلة ما بين القص والكتف. طيب، والوظيفة الرئيسية بتاعتها ايه؟ انها تدي العرض بتاع الاكتاف، يعني هي محملة عليها الطرف العلوي، تمام كده. وديت نفس فكرة العظمة العجوزية، الجزء العجز، وبعد كده بيبقى فيه مفصل ما بينه وما بين، وبعد كده يمسك فيه الحوض، مفصل الفخذ، هي نفس الفكرة. طيب، السبب، اشهر سبب اللي هو انا وقعت على الارض، في ان انا اتضرب عليها بس نادر. وطبعا المشاكل اللي ليها علاقة بضعف كفاءة العظم زي الهشاشة وبرضه دي نادرة، والورم وبرضه نادر. طيب، الأعراض زي كل أنواع الكسور، ألم وورم ونقص في الحركة. طيب، الأشعات بتاعتنا بنعمل الأشعة العادية، عادة بتبقى معظم الحالات أشعة عادية، ساعات بنطلب مقطعية لو كان في الجزء الخارجي، ده ما بيبقاش باين أوي، بنبقى عايزين نعرف تفاصيله. طيب، ده بقى اللي يهمكم، عشان دوت اللي هيتحدد عليه طريقة العلاج. احنا عندنا يا جماعة الكسر بتاع الترقوة، احنا قلنا ماسك من أول الكتف لغاية عظمة القص. هنا عظمة القص بيتقسم ل3 مجاميع، المجموعة اللي في النص ده أشهر مجموعة، ودي أكتر مجموعة بتتعالج عليه التحفظ، أكتر مجموعة بتتعالج لأنه كده بيلحم. الجزء الخارجي هي أكتر مجموعة بتتعالج جراحي. الجزء الخارجي، الجزء الداخلي نادر لما بنعالجه جراحي، ونادر لما بنشوف، وعادة بتبقى فيه مشكلة كبيرة، لأن هنا الأوعية نازلة هنا من ناحية وسط الصدر كده، بيبقى نازل هنا الأوعية، فلو لا قدر الله في حاجة بيبقى أهم حاجة عندنا إن إحنا نعرضه قلب وصدر، دي أهم حاجة. طيب، يبقى إحنا بالويم كده الجزء اللي في النص عادة بيمشي تحفظي، والجزء إحنا طبعا كل كلامنا على الكبار، كل كلامنا على كسور الترقوة في الكبار. طيب، الجزء الخارجي عادة بيبقى محتاج تثبيت. طيب، يبقى احنا قلنا معظم الحالات، خلي بالكم يا جماعة التقسيمة اللي هو جروب A أو المجموعة الأولانية دي حوالي 80-85% من الحالات، ولو قلنا 80 يبقى دي 15، ودي ما بتجيبش 5%، فاحنا معظم الحالات بتبقى في الحتة دي. طيب، احنا قلنا معظمهم بيتعالجوا تحفظ، إلا لو العظمتين راكبين على بعض، يعني لو العظمة راكبة على بعض أكتر من 2 سنتي، أو في زحزحة جامدة قوي، يعني الحتة دي هنا في الأشعة كده، يعني مثلا ديت مترحلة جامد، يعني أعلى الترقوة هنا ماشي مع أسفل الترقوة هنا، دي بيسموها زحزحة 100% أو أكتر من كده. الراكبين على بعض إنها تبقى داخلة، دي داخلة في دي، يعني دي هنا تلاقيها مثلا هنا، أو دي تلاقيها هنا، ده بيسموه قصر، وبيحسبوا الطول قد إيه. لو أكتر من 2 سم ده لازم يتثبت، لأنه ده بيعمل ضعف، هو كده بيلحق بس بيعمل ضعف بعدين. فإحنا عندنا أول محاضرة تقريبا عملناها أصلا على القناة
كانت المحاضرة بتاعت الترقوة سيئة الالتحام اللي بتعمل ضعف. طيب، والجزء الخارجي عادة بنثبته. طيب ايه بقى طرق التثبيت يا جماعة؟ طرق التثبيت بنفتح وشريحة ومسامير. الشرايح دي في منها أشكال كتير، في منها ذاتية الغلق وعادية على حسب نوع وكفاءة العظم. ذاتية الغلق بتبقى أغلى من العادية. في الهوك بليد ديت للجزء الخارجي، الكسور الخارجية لعظمة الترقوة والخلوع ما بين الترقوة والكتف، بس دي نادر لما بقينا بنستخدمها لأنها بتبقى مشاكلها كتير وبتبقى محتاج إن احنا نشيلها بعد ماكسيموم 6 شهور. في بقى دلوقتي اللي هو الحديث، إن لما يبقى الكسر في الجزء الخارجي والعظمة كويسة، بدل ما نفتح فتحة كبيرة ونعمل بنثبته بزرارين اللي هو التايت روب. هو أصلا كان بيستخدم للخلع، بقينا بنستخدمه في الكسور الجزء الخارجي. واضح يا جماعة؟ طبعا زي أي عملية، طبعا العملية ديت ما بتنامش نصف، بتنام كلي. زي كل أنواع العمليات، المشاكل بتاعتها إن ممكن يحصل تلوث. التلوث ده من أول إن إحنا بندي مضاد حيوي وغيرات مستمرة فالأمور تبقى كويسة، أو إن لا قدر الله نبقى محتاجين إن إحنا نشيل الشريحة. خلي بالكم التلوث دوت نسبته من 2 ل 5%. مثلا يزيد إمتى؟ مع الكسور المفتوحة. الترقوة نادر لما بتبقى مفتوحة، نادر لما بتبقى مفتوحة. أنا نسيت أقول لكم إن من ضمن الحاجات كمان المهمة اللي بتخلينا إن إحنا نثبت الترقوة إنها تبقى قربت تخرم الجلد. قربت تخرم الجلد، فإحنا ما بنستناش إنها تتحول من مغلق لمفتوح، فبنضطر نثبتها حتى لو كانت أمورها كويسة. أو إن يبقى في الجزء الخارجي ما بينه وما بين المفصل فيعمل خشونة، لا قدر الله التجمعات الدموية، الإصابات العصبية، ودي الحاجات دي نادرة بشكل كبير، بس يعني من باب الأمانة بنعرفكم كل حاجة. الترقوة موضوع مشهور، كسر من الكسور المعروفة. أنا اديتكم بس نبذة عنه. في الفيديوهات اللي جاية هنتكلم برضو شوية عن بعض النقط اللي هنكملها إن شاء الله، زي مثلا الكسر في الأطفال. يلا، السلام عليكم.